والصلاة وما إلى ذلك، فأنني لا أفهم لماذا يتدخل الناس فيما لا يعنيهم. مهما يبذل وشاتهنا من جهود، فلا أحب أن أصبح يسوعيا. في عام 1874 حين كان بيرنسكي في الخارج، كتب إلى جوجول رسالته الشهيرة التي يؤاخذ بي على أنه يؤمن بذلك الإله الذي لا أدري ما هو. اسمعوا ما سأقوله لكم سرا بيننا. إنني لا أستطيع أن أتخيل شيئا أبعث على الضحك من تلك الدقيقة التي قرأ فيها جوجول ذلك العهد، تلك العبارة وبقية الرسالة. ولكن كفانا مزاحا، وما دمنا رغم كل شيء متفقين على جوهر المسألة، فسأقول أولئك الرجال أولئك كانوا يعرفون كيف يحيون شعبهم، كانوا يعرفون كيف يتألمون من أجله ويضحون بكل شيء